ازيكم عاملين ايه؟ احنا النهارده هنتكلم عن موضوع حساس جدا، وللاسف محدش بيتكلم عنه كتير ومش واخد حقه في المجتمع. هنتكلم عن موضوع البنات مجهولي النسب. البنات دول بيعيشوا حياتهم في معاناة ووصمة عار بسبب حاجة للأسف هم مالهمش أي ذنب ولا دخل فيها. بس السؤال هنا، يا ترى احنا بنساعدهم ولا بنزود الحمل ده عليهم؟ تخيلوا بنت صغيرة هي مش عارفة مين أهلها، مش عارفة تحس بالانتماء ولا الأمان، مش عارفة أصلا هي جت منين، والتعامل بتاع الناس بيبقى معاها عامل ازاي. بتواجه تنمر من زمايلها في المدرسة، ده لو دخلت مدرسة من الأساس، ومش بس المدرسة، هي بتواجه نظرات وحشة جدا من كل الناس اللي حواليها، من المجتمع نفسه. المجتمع دايما بيبقى شايفها إنها هي مش كويسة، مع إن دي حاجة هي ملهاش ذنب فيها، هي ما عملتش ده، يعني هي ما اتحطتش في ده بإرادتها هي. وللأسف الكوارث اللي بتتعرض لها البنات دي مش بس كوارث نفسية، لا دول بيتعرضوا للاستغلال. وطبعا مش هينفع نوضح اكتر من كده الاستغلال ده بيبقى عامل ازاي. وكمان اي حد ممكن يبتزهم بسبب ظروفهم، دايما بنقلل منهم ودايما شايفين ان هم ناس مش كويسين، بس بسبب ظروف هم ما حطوش نفسهم فيها وما اختاروش الوضع اللي هم فيه ده. وبنات كتير من دول بيختاروا طبعا طرق مش كويسه بسبب ان هم لما بيحاولوا يختاروا طرق كويسه المجتمع العقيم اللي احنا عايشين فيه ما بيساعدهمش. طب هم ايه ذنبهم؟ احنا بنعاقب الناس دي على ايه؟ احنا بنعاقبهم ازاي على ذنب هما ما عملوهوش؟ بنعاقبهم ازاي على اهل غير مسؤولين، واحده او واحد مش قادره احسن اللفظ اكتر من كده، ما تربوش حرفيا وعملوا ده ورموهم في الشارع بعد كده. فانا بعاقبهم على ايه؟ انا بعاقبهم على حاجه ليه مش بارادتهم هم. طيب فين الحل؟ الحل هنا ان احنا لازم نغير الطريقه السلبيه اللي احنا بنفكر بيها. لازم نحاول ان احنا نكون رحومين شويه، نحاول نساعدهم ان هم يقدروا يعيشوا، نحاول نكون سند ودعم مش حمل عليهم. ما ينفعش احنا اللي نكون بنزود مأساتهم، وكمان لازم تكون في مؤسسات بتدعمهم وقوانين بتحمي حقوقهم، ولازم يكون في اماكن بتقدم لهم احتياجاتهم. والاهم من كل ده ان لازم احنا كمجتمع نغير نظرتنا الدنيويه للبنات دي ونحاول نتعامل معاهم على انهم بشر زينا زيهم. وفي النهايه انا مش بقول ان الحل سهل، لان احنا للاسف في مجتمع عقيم بيبص للناس بالمظاهر، بس بقول ان التغيير بيبدا بخطوه. ابدا من نفسك وحاول ان انت تتعامل. لو قابلت حد من مجهول النسب اتعامل معاه لانه انسان زيه زيك بالظبط. لازم نكون رحيمين شويه، لازم نحاول ان احنا نساعدهم وما نكونش حمل تقيل عليهم. لازم اما نلاقيهم بيحاولوا يعملوا حاجه كويسه ما نهدمش كل ده، لان بجد الموضوع ده مؤلم جدا. حط نفسك مكانهم او حطي نفسك مكانهم. تخيلي تطلعي تلاقي نفسك بتتعاقبي من الدنيا كلها على حاجه انت مالكيش اي ذنب فيها، على حاجه انت ما عملتيهاش. ايه احساسك؟ فنحط نفسنا مكانهم، ولازم نحاول ان احنا ندعمهم دايما، حتى لو هندعمهم بس نفسيا مش ماديا او اجتماعيا. ولو حد عنده رأي تاني ممكن يكتب لنا في الكومنتس، وما تنساش تعمل شير وسبسكرايب، واستنونا في اللي جاي. سلام.